اهلا اصدقائي. في هذا الفيديو غادي نتكلموا على المباراة الغد اللي غتجمع ما بين المنتخب المغربي الاقل من 17 سنة ضد البرازيل بدور الربع النهائي. غدا ان شاء الله هاد الوليدات هادو غادي يعطيو كل ما عندهم وغادي يلعبوا كرة اللي كيعرفوا. والحمد لله حنا المنتخبات المغربية ما بقات تخاف من حتى شي فريق كيفما كان اللي جا بسم الله، لا البرازيل ولا غيرها. الحمد لله تخلصوا الحمد لله من الضغط اللي كان عليهم في المباريات الاولى، وبينوا على القوه ديالهم، النجاعه الهجوميه ديالهم والتكتيك اللي كيلعبوا به. يعني الحمد لله هاد اللعابه هاد الوليدات هادو عندهم ما يقولوا. راه شفتوا في المباراه ضد كاليدونيا، ولا المباراه ضد امريكا، ولا المباراه الاخيره ضد مالي، يعني من مقابله لمقابله هذا المنتخب كيتطور. يعني الحمد لله كل مقابله كنشوفوا كاين تغيير وكاين تحسن. واكيد مع ضد البرازيل غيكون تكتيك واحد اخر، اللعب واحد اخر، يعني غيكون حذر. غادي يدخل المنتخب المغربي بحذر اكيد، ولكن ثقتنا كبيره في هاد الوليدات لانهم غادي يقدموا مباراه كبيره ان شاء الله وغادي يفوزوا بها. احنا متفائلين، والله العظيم احنا متفائلين بان ان شاء الله غيكون الفوز لصالح المنتخب المغربي، لان هاد الوليدات يستحقوا يمشيو بعيد. وكيف شفتوا راه يعني بينوا بانه حتى هما باغيين يحققوا داك الشيء اللي حققوه اخوانهم ديال اقل من 20 سنه في الشيلي. حتى هما عندهم طموح، حتى هما باغيو يمشيو بعيد، حتى هما باغيين يجيبوا الكاس. ولما لا؟ ان شاء الله نشوفهم بوديوم رافعين الكاس وغادي نفرحوا بهم، نفرحوا معاهم ونفرحوا بهم جميعا ان شاء الله. كيف غنفرحوا بهم حتى لو ما جابوش الكاس؟ لان هاد الوليدات خصنا نشدوا بيديهم ونكونوا معاهم، يعني حتى يوصلوا ان شاء الله للمبتغى ديالهم. لان هاد الوليدات هو الجيل القادم، يعني هما الوليدات ديال 20 سنه هما الجيل القادم، هما اللي خصنا نعتمدوا عليهم مستقبلا. وحنا معاهم غادي نشجعوهم بروحنا بقلبنا يعني الجمهور المغربي عامه داخل الوطن وخارج الوطن غادي يكونوا مع هاد الوليدات وباها. والطاقم التقني عارفين اللي ليهم واللي عليهم، عارفين شنو خصو يدار. واكيد راهم مع الوليدات يعني كيهضروا معاهم وكيتحاولوا ما امكن يعني يدخلوا لهم الثقه في نفسهم. وهالشي راه شناه في المقابله السابقه ضد مالي، ان الثقه الحمد لله من المقابله للمقابله ولات كاينه، يعني ولاو الوليدات ثايقين في راسهم، ولاو عارفين، يعني ما بقاوش يخافوا. ولا المهم اللي عندهم كيحطوه كيلعبوا، يعني الخطه اللي تتعطاهم لعبوا بها مزيان. الخطه اللي لعب بها باها ضد مالي اللي هي 4-1 4-1، ما عرفتش واش نفس الخطه غيدخل بها، لان كانت خطه بصراحه يعني خطه مزيانه خصوصا على الاطراف، واخص بالذكر طرف يعني الجانب الايمن. ولكن ما عرفناش اللاعب اللي كان في الجانب الايمن واش غيكون جاهز، لانه شناه في المباراه كيفاش تضرب وخرج وهو كيبكي مسكين، لان شاف راسو انه ممكن ما يكونش هاد المقابله. وعندنا مشكل ثاني حتى في الدفاع، لان الدفاع يعني اللاعب اللي كنعولوا عليه حتى هو خدا بطاقه ثانيه وما غيكونش يعني في هذه المقابله. اكيد باها عنده الخيارات الثانيه اللي غادي يعتمد عليها وغادي تكون جاهزه حتى هي المباراه. المهم وهو حنا مع هاد الوليدات كنقولوا لهم لعبوا كره اللي كتعرفوا، ما تخافوش، لعبوا كرتكم. يعني لعبوا كره بسلاسه. وان شاء الله ان شاء الله ربي غيجيب التيسير وغادي تفوزوا ان شاء الله على البرازيل، وغادي تفرحوا وغادي نفرحوا معكم ان شاء الله. والجايات اكثر من رايحات ان شاء الله. غير ثقوا في نفسكم وثقوا بالمهارات ديالكم، وان شاء الله غتفوزوا في هذه المباراه. وحنا معكم بالدعاء
ومعاكم تشجيعات، والجمهور اللي معاكم تما في قطر الحمد لله راه ما مقصرش، يعني كلشي غادي يكون معاكم. و وبالتوفيق، التوفيق ان شاء الله. وديما مغرب، وديما ان شاء الله كنفتخروا بكم. والحمد لله هاد النجاحات كامله اللي شلناها في الايام الاخيره او الاسابيع الاخيره، يعني ما تزيد الا تشجيع، وتزيدنا اكثر، تخلينا نطمعوا اكثر بالالقاب وبالانجازات. واكيد نتوما هادشي راكم دابا يعني غادي تكونوا حتى نتوما نفس الشيء، اكيد راكم باغيين تربحوا، باغيين حتى نتوما تتوجوا ان شاء الله بهذا الكاس. ولما لا، غادي تجيبوه لينا وغادي تفرحوا بينا وتهزوا العالم ونفرحوا بكم كاملين كيف. وحتى نتوما ان شاء الله نستقبلكم استقبال الكبار باذن الله. والتوفيق لكم، والله يوفقكم من كل ما كتمناو. وغدا ان شاء الله غادي نفرحوا معكم. وما عندي ما غادي نقول، ما عنديش شي حاجه اللي غادي نقولها، وهو ربي معكم. شكرا لكم. ما تنساوش اخواني اشتراك في القناه، وتعطيونا اراءكم في التعليقات، وديروا لنا واحد جيم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ديما مغرب.